السلام عليكم الناس الكل. اليوم موضوعنا هو الشراء عبر الانترنت. بدنا نعرفكم على كيفية استعمال الانترنت وكيفية الدخول للمواقع الآمنة اللي تشملها في البضاعة بتاعكم. قبل ما ندخل في الموضوع نحب نعرف مساء الضيوف اللي معايا. يسر الراس عبد الله مسفى سامح حكيم. مرحبا بكم الناس الكل. في إطار المشروع باش يقوم به الولاد حبوا يعرفونا على الانترنت وكيفية استعمال الانترنت باش تشتري حاجة تنفعك ولا حاجة معناتها أي ما هي حاجة معناتها سواء لبسك سواء معناتها حاجة إلكترونية ولا حاجة كلها حصيل. نحب نعرف ساعة جماعة عندهم مش فكرة عن التجارة الإلكترونية ولا لا؟ شنو عندك التجارة الإلكترونية؟ نشوف السوق الإلكتروني له إيجابيات كثيرة على الحريف نظرا لجودة المنتوج وتنوعه، حيث يكون أقل تكلفة من السوق التقليدية، وكما يمكن الحصول على البيانات ومميزات البضاعة. صح. بالنسبة لي لا أعلم كثيرا لأني لم أخذ هذه التجربة ولم أشتري أي مرة من السوق أو الإنترنت بصفتي أني تلميذ ولا أهتم كثيرا. عليها فكرة كبيرة. لا أهتم كثيرا. تحب تعرف أنت هذه الحاجة؟ ربما أريد. سامح شنو تعرف أنت على نعرف أني حاجات ياسر على الشراء من الإنترنت، بما أني جربت برشا مرات شريت من الإنترنت. الإنترنت معناها تنجم تستعمله في حاجة باهية، تنجم تستعمله في حاجة خايبة. أكيد. اثنين الموضوع هذا بتاعنا معناه كيفاش تستعملها في حاجة باهية. الشراء من الإنترنت ما عندهاش برشا مميزات كما ذكرت يسرا، معناها عندها سلبيات بتاعها أكيد. مثلا كي تشتري حاجة من الإنترنت لازمك برشا وقت باش توصلك، مش في ظرف يوم ولا يومين كما تشتري من السوق ولا من أي بلاد. 20 يوم أكثر. من 20 يوم أكثر. وحاجة أخرى تستلم البضاعة نتاعك من الديوانة ولا من البوسطة، التقييم نتاعهم مش عارف كيفاش يقيموا البضاعة، معناها يقيم حسب هو ايش يشوفها، معناها مثلا نقول في هذا السوم نتاعك يقيم لك عليها فهمت. وإن شاء الله نوريكم كيفاش أنا بالنسبة لي شريت برشا مرات. زميلي عبد الله يحب يعرف وأنتم زاد يعرف الجمهور اللي يتابع فينا يتابع في المشروع نتاعنا أكيد يحب يعرف زاد ما شنو. نوريكم إن شاء الله ونوريكم إن شاء الله. باش يورينا أخونا سامح الطريقة كيفاش تقتنوا البضائع نتاعكم على الإنترنت. باش نشروا حاجة أكيد باش نوريها لكم بعدين فيديو تجربة. أنا جربنا منه نشوفوا حاجة صحيحة ولا. يعطيكم الصحة. تفضل. عدنا والعود أحمد. وبعد ما قام صديقنا سامح بالإجراءات اللي تخول له باش يدخل السوق الإلكترونية، أنا منتوج تو نعرفوه الناس كل مع بعضنا باش يحكي لنا كيفاش قام بالإجراءات كلها صديقنا سامح. تفضل سامح. لكن تشوفوا المنتوج اللي وصلنا أو قدامكم الحمد لله، معناها
بعد ما تبعناه بكود CV، يعني الكود هذا نستعملوه باش نتبعوا المنتوج في كل مرة ونوصل في كل مرة في نهاية دولة، خاطر المنتوج هذا وصلنا من الصين معناها، ويوصل لتونس يكلموك البوسطة يقولوا لك قداش تدفع عليه باش دفعت لي 15% هذا بركة إجراءات ديوانية كذا. تعطينا الرقم؟ هذا التليفون معاه سمارت فون وحكاية الله يحلو. وبعد عاد أو التليفون قدام وقت عبد الله شوية كذا ما نساش نقرأ. تفضل. واش قالت عبد الله في الحكاية؟ عجباتك ولا؟ التليفون حلو هذا. ليه؟ حاجة كنت مش متوقعها. التليفون هذا يوصل بنفس الكاليتي اللي قال عليها الموقع، خاطر بصراحة كنت نشك في مصداقيتهم. أنا بحول الله نحاول نشري حاجة حلوة، حتى صاحب السامح يولي الحكاية يعني. قبل كان عندك شك في الحكاية من صحيحة ماشي صحيحة، أما تو أنا تأكدت 100% حق، وأنت من الأول للآخر كيفاش تمت العملية وكيفاش مشيت وكيفاش جات، وأنا أعطيك نصيحة بصراحة. وأنت مدموزاج شنو قولي؟ والله اليوم عرفت كيفاه نشري عبر الانترنت، وهذا الفضل يرجع لخدمتنا، وان شاء الله نكونوا وفقنا في ايصال المعلومه للناس الكل. ان شاء الله. صعبة هي المهم عاد ان شاء الله يكونوا وصلنا لكم معلومة كما كانت تسرع، وان شاء الله تكونوا عرفتوا كيفاش تصير طريقة الشراء على الانترنت. والموضوع هذا تعبنا فيه ياسر كما شفتوا، شرينا وصورنا وتلمينا وكل شيء، معناها برشا خدمة ماهيش بسهل. جا التليفون هذا يسوى لمدنا فلوس معناها باش شريناه، ومسير بكون الكل، وان شاء الله تكون الخدمة عجبتكم وبالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق للناس كل، وان شاء الله ربي ينجح. ان شاء الله. في امان الله. السلام عليكم. سلام. سلام.